لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا جينو ضم ظل جديد لجيش الظلال وهو كاسل، وقدر ينقذ والدته بعد 4 سنوات. يصدر الرئيس جو المهمه الرابعه على جزيره جيجو مع مشاركه 10 صيادين من اليابان، وطبعا جينو يروح يتكلم مع الرئيس علشان موضوع الجزيره. وشفنا صيادين بيسخنوا في قاعده التدريب، ويروح جينو هناك ويوصل صيادي اليابان مع الرئيس غوتو ريوجي، وطبعا بيصفوهم للضعفاء ويقول لهم غوتو احنا هنعمل نزال ودي بين صيادي رتبه اس فقط، واللي هيكسب من خلال مسك المعصم او لمس ظهره او الاطاحه بالخصم. وطبعا القتال هيبقى في مجموعات متكونه من 4 صيادين. يا ترى من سينتصر، اليابان ام كوريا؟ وعلشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف سيد اليابان امام سيد كوريا ويستعد معه ويبدا النزال، ويهرب كاماتو وراه بيك وبيهجم معه على كينزو. انها معركه قوه ويهجموا على بعض، بيكون لم بيهرب، وكان القتال من مسافه قريبه صعب جدا عليه، وبين كده ان لم لا يستطيع القتال القريب، وده تحب فرصه وبيهجم عليه. ده بيهجم من بعيد بيقول له كينزو هزمه الاول، ده هيبقى عقبه قدامنا، وبيهجم معه على كينزو وبيقول له شويه الصاله اتصنعت من اجود احجار المانا، وبيقول له جو احنا ممكن نعيد تعزيز الصاله هتتدمر بسببهم. بيكون بيك بيجري ورا كاماتو وبيتحول وبيهجم عليه ولكن يهرب منه، وبيكون كاماتو متوتر ومش ماسك في نفسه، ده باين عليه بيختبر فريقه، ده من دواعي سروري. وبيتحول بيك بيبقى جد تماما، بيجري كاماتو بيجري بيك وراه، بيكون كينزو غلب ما ولم برضه، وكان بيك بيحاول يضرب كاماتو ولكن بيهرب برضه وبيجري وراه، ولكن بيقابل كينزو وهوشينا. هو انتوا فاكرين اضعف من تشي هاي؟ فانتوا بتحلموا، ده انتوا مش هتأذوني بسهوله. وبتكون تشي هاي نازله ضربات على تواتا، دي مش عارفه تتنبأ بتحركاتها، دي سريعه جدا وحركاتها مرنه، ولذلك تسمى بالراقصه، وتهزمها وتروح بسرعه عشان تساعد بيك، ولكن بيجي كاماتو من وراها، لكن تضربه العديد من الضربات كانها مسدس. وبيكون كاماتو متعصب جدا، الواد ده لو اتعصب مش هيقدر يسيطر على نفسه، وتقول المترجمه احنا لازم نوقفه، ويقول لها غوتو لو هيأذي حد يبقى نوقفه، انت ناوي على ايه يا غوتو؟ وبيهجم بسرعه على تشي هاي، وكان سريع جدا وتراوغ ضرباته ويديها ضربه ولكن تيجي في الارض، وبيهجم عليها، لكن جينو يتدخل ويصد ضربته ويقول له انت تماديك كتير، وكان كاماتو هيضربه، لكن يمسكوا جينو ويتوحوا الارض وبيكونوا مصدومين، وكده بتكون تشي هاي خسرت، وبيك برضه استحاله يكون صياد ساحر، انا هكتشف دوت. وتيجي المترجمه لجينو وتقول له غوتو عاوز يقتلك، ده باين عليه عاوز يقيس قوتي، ويبتسم، هو بيبتسم ليه وانا موجود؟ وتقول له المترجمه جينو موافق على طلبك ولكن بشرط واحد، وهو تقاتل بكل قوتك، ويبتسم، وبيكونوا الصيادين مصدومين، وتقول تشي هاي لبيك مش المفروض نوقف القتال دوت؟ ويقول لها المفروض، بس السبب في مشاهده هذا القتال هو سببك برضه، انا عاوز اشوف قوه جينو، لو هو الصياد يقدر يطور من قوته احنا بنعلق املنا عليه. وبيكون جينو مستعد، ولكن جوتو بيهجم عليه من غير ما ينتبه، ولكن يقدر يراوغ ضربته، ويستعد جوتو ويهجم عليه ويطلق العديد من الضربات، ويقدر جينو يراوغ الضربات بسرعه، وبيكون بيبتسم ويتعصب جوتو اكتر، وبيكونوا مصدومين من سرعته، ده مش بيراوغ هجمات، ده بيختبر خصمه. وبيكون جوتو متعصب جدا وبيهجم على جينو بكل قوه، وبيجرح جينو في خده، وبيهجم تاني ولكن يمسك ايده، ده ماسك ايده بدل معصمه. جينو مش عاوز القتال يخلص، ده عاوز يجيب اخره، وبيستعدوا الاتنين وبيكونوا مصدومين وبيهجموا على بعض، ولكن يوقفوا القتال ويمسكوهم ويلغوا القتال ويمشي كل واحد منهم. وبيكون جينو مش في قائمه الصيادين المشاركين فيها المهمه، ولكن دلوقتي بقينا 15 صياد من رتبه اس، المره دي هننجح بكل تاكيد. وبيرجع جينو في بيته وبيتغدى مع عيلته، وده السبب اللي خلاه يبعد عن جزيره جيجو. وبنروح للجزيره وبنشوف النمل بدا ياكل بعضهم، ما بقاش في مؤن ولا اكل، احنا لازم نغادر الجزيره، نحتاج لجند قوي يقود المملكه، نحتاج لجند شديد البؤس. وتولد نمله حديثا وتقلص حجمها وتطلق قوه هائله ومرعبه، دي الجزيره بقت خطيره، الصيادين مش عارفين مين اللي مستنيهم في الجزيره. واليوم التاني بيكون جميع الصيادين بيتجهزوا، خلاص فاضل يوم للهجوم على جزيره جيجو، وتوصل السفن لموقع الجزيره ويحاصروها من جميع الجهات، ويستعد فريق اليابان، وبيكون الصيادين اتجمعوا، وبنشوف مين انضم للفريق، ويقول له بيك انت بتعمل ايه؟ وبيقول له من غير معالج زيي انت هتموت، انا هنا جنبك يا صاحبي. وبيرسل غوتو وفريقه وتقسموا على الجزيره كلها، ده بيكون في واحد هيبث الحدث ولكنه هيتاخر 10 دقايق منعا للحوادث. وبيقول له المعركه دي هتبقى خطره جدا، وبيقول له ما تقلقش انا صياد من رتبه ايه، انا دخلت مغارات خطيره قبل كده، دي هتكون اخر مهمه من رتبه اس، لو احنا فشلنا في المهمه هتمحى البلاد من على وجه الارض. وبيطلق فريق غوتو طاقه كبيره جدا ويخرج النمل من مكانه، وبيكونوا متجهين ناحيتهم، يا لهم من اعداد مهوله. يخرج تشاي ويطلق رماح عليهم، ولكن ده مش كافي للقضاء عليهم، دول كتار جدا، وبيزود هجومه اكتر ويقتلهم، انه الصياد المطلق حان وقته اخيرا، وصلت للمكان. صياد اليابان هيمطلوا النمل لمده ساعه، وخلال ذلك الوقت لازم نقتل الملكه. وبيكون فريق غوتو بيقضي على النمل بشكل شرس، وخاصه كينزو. يا ترى مين اللي هيفوز؟ لو احنا تقاتلنا انا وتشوي. بيكون فريق كوريا نزل وبيعمل تشوي حاجز نار لمنع دخول النمل، لكن هناك انفاق كثيره، يا ترى انهي واحد فيهم يقود لغرفه الملكه؟ ويستعد تشوي ويطلق العديد من الضربات فيها الحفر. بيقول له بيك انت بتعمل ايه؟ بيقول له احنا ما عندناش وقت نشوف كل واحده، احنا هنختار الاعمق فيهم وهو اللي هناك. وبيكون جينو بيتمرن وبيكون ما فيش حد خالص، وده بسبب المهمه فيها كتير من الصيادين الاقوياء هم مش محتاجيني هناك. وبيكون الفريق بيقضي على النمل،
ولكن ما زالت الملكه مختفيه، ويدخلوا غرفه فيها بيت كتير، لابد الملكه قريبه من هنا، ولكن بيلاقوا بيضه عملاقه وبيكونوا مصدومين من حجم تلك البيضه. ده لو في نمله خرجت من تلك البيضه هنبقى في مشكله كبيره. وبيكون كنزو اتصاب في كتفه، وتقول له شموزه انا هعالجك ولكن انا عاوزه شيء بالمقابل، لكن ياتي العديد من النمل ولسه هيقول لها عاوزه ايه، يلاقيها اتقطع راسها. يا لها من صدمه، دي النمله بدات في اصطياد البشر، وللاسف الحلقه تخلص. يا ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هتنجح مهمه جزيره جيجو ام لا؟ اما هتنتهي بالقضاء على جميع سيدي رتبه اس، اما هيقدروا يهزمون تلك النمله المتوحشه؟ ده نعرفه في الحلقه الجايه. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعك.